السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه من ألذ وصفات اللحمه، وهي التحميره البدويه اللي كل المطاعم البدويه المشهوره بتعملها، وخصوصا عندنا في اسكندريه. مهما اكل اي اكله بره بحس ان دي لها مكانتها الخاصه كده عندي، مفيش في حلاوتها ولا في سهولتها. ويا سلام بقى لو هنعمل معاها رز اصفر مبهر هتبقى حكايه. قبل ما نبدا ما تنسوش تشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه هنسخن طاسه غويطه عميقه تكون واسعه، ونحط فيها معلقه كبيره من السمنه ومعلقه كبيره من الزيت. لو اللحمه اللي هتعملوها ما فيهاش دهون خالص نزود شويه سمنه كمان علشان تبقى طريه كده وفيها صوص. في المطاعم كمان بيحطوا قطع دهنه صغيره تدوب مع اللحمه، لو حابين تعملوا كده اعملوا، بس الافضل ما نزودش دهون كتير علشان صحتنا، كفايه السمنه اللي احنا حطيناها. بعد ما السمنه دابت كده هحط شرايح اللحمه تكون متقطعه رفيع قوي على قد ما نقدر. على قد ما تقدروا قطعوها رفيع. انا بحب اقطعها قبل ما تفك من التجميد بتاعها، بتبقى اسهل كتير والشرايح بتطلع رفيعه زي ما انا عايزه. ننزل بقى قطع اللحمه على السمنه، ولازم الطاسه تكون سخنه قوي قوي علشان نديها صدمه، وما تنزلش ميه. ما نقلبهاش بقى خالص، يا دوب كده نبعدوها بس عن بعضها، ما نخليهاش فوق بعضها، عشان لما بتبتدي تاخد لون من تحت ببتدي ان انا اقلبها علشان كلها تاخد كده تسويه واحده ولون واحد. ولو نزلت شويه ميه نسيبها لغايه لما تتشرب ميتها خالص من غير ما تنشف على نار هاديه. هنا خلاص كانت استوت وما خدتش اي وقت خالص معايا. انا مزودتش اي ميه خالص عليها، سبتها في الاول على نار عاليه زي ما قلت لكم علشان تاخد صدمه وتتشوح، وبعدين هديت عليها النار خالص عشان تاخد بقيه التسويه كده براحتها. وقطعه اللحمه واحنا بنشتريها تفضل اللي هي تكون طريه علشان ما تاخدش وقت في التسويه، وكل ما تكون متقطعه رفيع كل ما تستوي اسرع وتبقى طريه ومش بتشد. وبعدين حطيت عليها بصل وفلفل شرايح بعد ما استوت. ويا سلام بقى لو زودنا عليها فلفل حراق هتبقى ايه ولا على الاخر. عملت زي المطاعم ما بتعمل كده، قطعت شرايح رفيعه فلفل بارد، والفلفل الحراق قطعته حتت كبيره علشان يبقى باين كده وسط اللحمه، علشان اللي مش بيحب الحراق يبقى واضح قدامه وما ياكلهوش. نقلبهم مع بعض على نار هاديه لغايه لما الفلفل والبصل يتبلوا كويس، وبعدين احط عليهم حوالي 3 معالق كبيره من اللي هي دهنه الخروف. ودي السر اللي بيخليها لها طعم مميز، وما تقلقوش خالص لو مش بتحبوا اي حاجه من بتاعه الخروف، ريحتها مش بتبان، بس دي اللي بتدي للحمه طعم جنان، لاني برضو من الناس اللي مش بيحب ريحه وطعم الضاني خالص، فمتقلقوش من الحته ديت يعني. وبعدين هنتبل معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود والبهارات المشكله، وبس كده. ما نزودش بقى بهارات وانواع كتير من التوابل علشان ما نضيعش طعم اللحمه الاصلي. نقلب بقى كله مع بعضه كده وبس كده خلاص. شايفين بقى قطعه اللحمه مستويه كده ودايبه ازاي من غير ما نزود ولا حبه ميه، علشان قطعناها رفيع وسويناها صح. دي بقى تتاكل في سندوتشات او نعمل معاها رز اصفر مبهر زي اللي بيعملوه كده، بتبقى حكايه وروايه. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي. محرومه يا عيني يا عيني يا ناس، انت سكر يا عسل.